أطلقت شركة الدرعية مسابقة تصميم معماري للطلاب السعوديين. تهدف المسابقة إلى إعطاء الطلاب الفرصة لتصميم مسجدين نجديين ضمن مخطط المرحلة الأولى لمشروع الدرعية. بداية حاب أشكر شركة الدرعية على إتاحة هذه الفرصة لنا كطلاب أن نثبت جدارتنا ومدى أهميتنا في أن احنا نخوض هذه التجارب المهمة اللي احنا ممكن نساهم فيها في تطوير الرؤية مع المملكة. في البداية جلسنا نحلل العمارة النجدية بتفاصيلها بحيث أنه يكون عندنا مشروع متكامل متجانس مع محيطه ومع الدرعية بنفسها. قسمنا المهام بحيث أن كل فرد في المجموعة قوي في نقطة معينة. كان جدا اهتمامي في الانتيرير في التصميم الداخلي للمسجد، شعور جميل جدا. ان شاء الله باذن الله نحضر اول صلاة فيه باذن الله. الاستلهام كان معظما من مسجد الظويرة، ركزنا على انها تكون مضبوطة من ناحية المنارة وكذلك العناصر الدقيقة للمسجد. المسألة الأولى المهمة وهي الأجر، المسألة الثانية انك تكون بادرت في مشروع عظيم مثل هذا. جبنا فكرة شوي اوت اوف ذا بوكس، شوي يعني خارج الصندوق، فهذا هو الشيء اللي اعطانا الثقة اننا راح نفوز. احب اشكر الدكتورة داليا عبد الفتاح والدكتور مجدي، شاركوا يعني في المساهمة في نجاح هذا المشروع بشكل جيد. انا كنت ماسك ال 3D موديلينج وكنت ماسك البلاننج. طبعا البلاننج كلنا كنا مشتركين فيه. من اغلب المواد اللي كانت مستخدمه في التصميم اللي هي مستلهمه من نفس الدرعيه، اقرب من انها تكون اشكال هندسيه عضويه وغير منتظمه حسب الموقع وطبيعه المباني الموجوده والمستخدمه في تلك المنطقه. قوه كل شخص في مجاله، مثلا اذا شخص عنده خبره اكثر في البرامج التقنيه بحيث انه يطور من تحاليل المناخ وتحاليل الاضاءه. كونا المسجد بطريقه يعني تكون نسجيه بحته كامله، وفي الاخير نعمل التصميم الجميل اللي ساهمنا فيه.